أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من دوري نيل، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم من 2023 إلى 2024. مباراة الأهلي والمصري على النحو التالي: عقوبات الأهلي: توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20,000، وذلك لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد. توقيع غرامة مالية أخرى على النادي قيمتها 20,000، وذلك لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي المصري. عقوبات المصري: توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20,000، وذلك لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد. توقيع غرامة مالية أخرى على النادي قيمتها 20,000، وذلك لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي الأهلي. إيقاف اللاعب باهر محمد مجدي المحمدي مباراة واحدة، وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في المباراة. مباراة فاركو وفيوتشر اف سي: عقوبات فيوتشر اف سي: توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20,000، وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 5 دقائق قبل بداية المباراة. مباراة بيراميدز والزمالك: عقوبات بيراميدز: إيقاف فيليب بيريز مدرب فريق بيراميدز لمدة 4 مباريات، وتوقيع غرامة مالية قدرها 20,000 جنيه، وذلك لطرده بسبب توجيه السباب للمنافس. عقوبات الزمالك: إيقاف علاء آل الدين محمد رجب مدرب أحمال فريق الزمالك 4 مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20,000، وذلك لطرده بسبب سب المنافس. إيقاف مدحت عبد الهادي مدرب فريق الزمالك مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20,000 جنيه، وذلك بسبب السلوك الغير رياضي. توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20,000، وذلك للسباب الجماعي من الجماهير. إيقاف محمود على آل الدين محمود على مباراة واحدة، وذلك بسبب طرده بعد الحصول على إنذارين في المباراة.